قبل أن نتعرف على زوج الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى، نود أن نعرض لكم أبرز المعلومات الشخصية عنها. إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى هي أكاديمية سعودية متخصصة في علم التشريح والأحياء العصبية، من مواليد 1974 لأب سعودي وأم سعودية، تبلغ من العمر 51 عاماً حتى عام 2025. تشغل منصب نائب وزير التعليم السعودي ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن منذ شهر مارس عام 2019 ميلادية. والدها الإعلامي والمذيع السعودي الراحل سليمان بن محمد العيسى، كما أنها حاصلة على عدد من الجوائز، من أبرزها جائزة التميز العلمي في مجال أبحاث الرعاية الصحية من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2007. المؤهلات التعليمية: حاصلة على درجة الدكتوراه في علم التشريح والأحياء العصبية من كلية الطب في جامعة دالهوسي هاليفاكس الكندية عام 2004 ميلادية. حاصلة على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي من جامعة دالهوسي هاليفاكس الكندية عام 1999 ميلادية. حاصلة على درجة البكالوريوس في علم التأهيل الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود في الرياض عام 1996 ميلادية. أعمالها: نائبة وزير التعليم بالمرتبة الممتازة منذ تعيينها بتاريخ 8 مايو 2025 ميلادي. مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من شهر مارس عام 2019 ميلادية، رجب 1440 هجرية. شغلت منصب وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات، وهي على درجة أستاذ دكتور بقسم علوم التأهيل الصحي في جامعة الملك سعود، واستشاري التأهيل الصحي. عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية في جامعة الملك سعود من عام 2011 ميلادية إلى عام 2015 ميلادية. تولت منصب مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الملك سعود من عام 2010 ميلادية إلى عام 2014 ميلادية. مستشار مدير جامعة الملك سعود من عام 2011 ميلادية إلى عام 2012 ميلادية. من هو زوج الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائبة وزير التعليم السعودي؟ حتى الآن 8 مايو 2025 لا تتوفر معلومات موثوقة أو منشورة علنا حول اسم زوج الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائبة وزير التعليم. لذلك فإن المصادر المتاحة تركز على مسيرتها الأكاديمية والمهنية، دون التطرق إلى تفاصيل حياتها الشخصية، أو عدد هل هي متزوجه أم لا، وكم عدد أبنائها.